بلاد فارس والشام ومصر وبلاد الرافدين وبلاد أفريقيا. من فتحها؟ سل التاريخ. من أسقط عرش كسرى وأزال ملك قيصر؟ من فتح البلاد؟ من حرر العباد؟ من كسر الأصنام؟ إنهم الصحراء من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء ماء واستنطرت فارقة أمرت سحائبه ترى الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حرا. أبو بكر بن أبي قحافة، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، أبو عبيدة بن الجراح، خالد بن الوليد، المغيرة بن شعبة، عمرو بن العاص، وأبو موسى الأشعري، وعبد الرحمن بن عوف لعنة الله عليهم جميعا. عمر الآن يحترق بنار جهنم. أنا أقول اللهم لعن عمر بن الخطاب. الله عز وجل ينزل عليه صاعقة من صواعق جهنم تحرقه أكثر. بل كان أبو بكر أعق، يعني عاق، كان والله أحسد قريش كله. إن واحد خسيس مثل عمر لعنة الله عليه. شتم الناس عمر الفاروق فوقف علي مدافعا: لا تسبوا أصحاب محمد. عائشة كانت تفعل كذا وكذا 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 وكذا. يعني شوفوا أم المتسكعين ولمصلحة من. إنه تعلمون كما في الروايات حينما الإمام المهدي صلوات الله عليه سيظهر، حينما يظهر فإنه أول ما سيقوم به هو إخراج أبو بكر وعمر من قبريهما وصلبهما وإحراقهما على الشجر في المدينة أمام ملايين من المشاهدين. ولكن في الواقع اللي كلان ما يهم ينتقم من أبو بكر وعمر، خصوصا في هذا الزمان. يقول لك تقية ما تقية، كله باطل، كله كذب في كذب، لا تقية في هذا الزمان. لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء. لكن ليس معنى هذا أن أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تلازم بين محبة آل النبي وبغض أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيها الشيعة من جملة أفعال عائشة جريمة جنسية. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير. خالد بن الوليد قتل مسلم يشهد الشهادتين وفي نفس اللحظة زنا بامرأته. صلى الله عليك يا رسول الله، أخطأت خطأ كبيرا حين خرجت من الدنيا ولم توصي إلى أحد. أنت تتحمل تبعات هذه الأمة، وأنت تتحمل مسؤولية هذه الأمة وبلبلة هذه الأمة وضياع هذه الأمة وفتنة هذه الأمة. هلا أوصيت يا رسول الله، هلا أوصيت يا رسول الله، هلا أوصيت يا رسول الله. العدو رقم 1 للمسلمين الحقيقيين وللشيعة هم بالترتيب عمر، أبو بكر، إبليس. من نشر الإسلام؟ من جاهد في سبيل الله؟ أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، هم حملة راية الجهاد الأولى مع النبي، ثم جاء التابعون وأتباع التابعين حتى وصلوا إلى الصين ووصلوا إلى أوروبا ووصلوا إلى أفريقيا. من نشر الإسلام؟ من جاهد في سبيل الله؟ أليس يذكرون لكم أنه لا جهاد حتى يخرج المهدي؟ لا جهاد حتى يخرج المهدي. كفي وقري واستقري وكوني ذنبا متواضعا ذليلا مهينا غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء. أرض كربلاء أعظم من الحرم. أنتم بالله عليكم ماذا تقولون عن الحرم الشريف، الحرم الشريف؟ ماذا تقولون عن النجف الأشرف؟ هذا ليس دين جعفر،